السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. قلت طبعا ما ينفعش أبدأ يومي بالمعمعة، نبدأه كده بالحليب. صباح الشهد عليكم. ما تنسوش تنزلوا تحت في الكومنتات تصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما تنسوش الاشتراك واللايك في قناتنا المتواضعة عائلة أم روجي. يا رب نكبر بفضل ربنا ثم بيكم. جايلي لبن النهاردة، قلت نسخن الفرن كده ونحط البرام الحلو دوت، بسخنه في الفرن وبعد كده انزل باللبن يعمل وش اللبن حلو كده يبقى قشطة، واشيل الوش اللي عليه وندخله التلاجة اللبن، وبعد كده نطلعه ونغطيه على الرخامة يعمل لبن رايب او زبادي زي ما انتوا بتقولوا. نزلت طبعا حسين لأزهره وجيت بقى طلعت لطيوري ودخلت روقت شوية حاجات ومش عارفة وروقنا الورق المتقطع وشلنا اجازة بقى الجمعة والسبت وما ادراكم من اجازتهم، ما هم اطفال ربنا يحفظهم ويبارك فيهم. قلنا البيت اللي ما فيهوش كركبة ما فيهوش روح. قلت بقى مش عارفة بصراحة، انا محتارة اعمل لهم روجة عاوزة شعرية، واللي يقول عدس واللي يقول. فانا والله احترت، قلت يا بنت ادخلي على المطبخ روقي كده اللي انت حاجتك مع معيتهم، كانوا عاملين فشار امبارح والمحشي ومش عارفة وانا طبعا عارفين ان اي واحدة بتجري ورا عيالها بتشطب بنزينها. والله اوقات كتير يمكن ما بنقدرش نصلي العشاء، ننام وبعد كده نصلي، فندخل نروق حاجتنا وبعد كده نشوف هنعمل غدا مشغلين طبعا. اول ما بصحى بشغل القرآن على سورة البقرة، قناة المجد على طول. الساعة 6 يا جماعة بتبدأ بالبقرة ان شاء الله من الساعة 6 الصبح. بعد ما بنخلص ومش عارفة وبنصدق ونخلص اللي ورانا، نعمل بقى شوية أغاني كده يهدوا أعصابنا شوية، رغم إن أحلى حاجة بتهدي الأعصاب القرآن، بس أنا قلت نشغل شوية أغاني ونشوف اللي ورانا. يلا نروق مطبخنا. طبعا الرجالة مفكرين إن احنا ما بنعملش حاجة، يجي يشوف المعمعة بتاع ولادها وروجي تقول لي يا ماما أنا اللي هعمل الفشار، يا ماما مش عارفة قلت لها ارحميني. نروق ده ونشوف هنعمل مع بعض. حطيت البرام بقى في فرن الغاز سخن شوية، هنزل فيه اللبن واركنه طبعا على جنب، وان شاء الله الصبح نشيل القشطة اللي عليه او اخر النهار نحطه في التلاجة الاول يعمل وش قشطة ان شاء الله، وبكرة نشيل القشطة ونحطه على رف البوتاجاز، رف المطبخ، وبعد كده ندخله التلاجة حلو كده. فرغنا اللبن كده في البرام. عندك بتاع اللي هم بتاع زمان الشالية دي اللي كانوا بيحطوا فيها اللبن، يا سلام. اكيد طبعا انتم مفلحين وعارفين ان بتبقى احلى طعم والله. انا طبعا ما عنديش، عندي البرام. عندك اي حاجة فخار حطي فيها، عندك يا ستي ما عندكيش عندك حلة ألمونيا سخنيها الاول برضو في الفرن زي ما انا عملت كده، فرن غاز فرن بوتاجاز، وهغطيها بقى ونروح نكمل مع معاكم. والله انا من ساعه ما صحيت ما قعدت، انا جيت طلعت فوق للطيور وروقنا الصاله ومش الشقه مش الصاله بس، وقمت نشر هدوم، وبعد كده دخلت على المطبخ وخدت قدام باب الشقه السلم لغايه قدام البيت كمان كنسته. يلا بقى نصبنهم بالميه، انا مصبناهم بالصابون، نصبنهم بالميه عشان اشوف هعمل فطار هعمل غدا النهارده. متلخبطه حاسه ان اليوم زانق عليا مش عارفه ليه. خلصت الحوض وشلت ديت طبعا وغسلتها كده تحتها وظبطت الدنيا. البوتاجاز طبعا نضيف بس برضو هنغسله بالسلكة وننشفه تنشيف سريع سريع قبل ما نعمل العدس. قررنا خلاص نعمل عدس وشعرية وشوية رز جنبه. يا مستعجل عطلك الله. جه بروجي بعد ما عملت البوتاجاز فان الفطار، عملتهوله وطلعتهوله وعلقتله على كوباية شاي نقيت العدس كده وهنديله غسلة على السريع. غسلنا شوية العدس، هنعمل بقى كوسة طماطم بصل بطاطس، اي حاجة عيالك مش بيحبوها حطوها، يعني هنعمل واوريكم. طب وطبعا العدس بيحب البصل الاخضر، طلعتها كده من التلاجة عشان ابقى اغسلها. كنت شارياها والله، كنت رايحة اجيب حاجة وقابلني البصل قمت جايباه. وعشان واحدة نجيب نص كيلو كوسة، هناخد واحدة بقى عشان نقشرها مع العدس. انا حطيت مع العدس بصل وبطاطس، ولسه هحط كوسة واحط توم واحط طماطم ونظبط الدنيا. هنا بقى عملت العدس وعملت بطاطس وعملت بصل وعملت كوسة وعملت طماطم وتوم والجزر طبعا وكوسة. نسيت حاجة؟ حطيت بقى ملح وكمون وحطيت كزبرة. هنزل المية وعلق عليها. قلنا عدس بطاطس بصل كوسة طماطم جزر توم، والتوابل بتاعتها بقى زي ما انت تحبي.
في ناس بتحط فلفل وشطة خضرا ومش عارفة ايه، لا ما بحبش انا كده. مش عارفة كل ما اغسل الطبق ده يقع مننا. رغم اننا مروقة الحوت، العلبة بقى اللي كأننا فيها اللبن هننزلها، نزود له مية عشان نعلق عليها. زودنا له المية بتاعته، نغطي عليه بقى على ما يستوي براحته، ونروح ننقي شوية رز. غسلنا شوية البصل كده، التحابيش اللي جنب العدس. طبعا اللي فيه بيحب الورق واللي فيه اللي بيحب الرز. عملت كل حاجة لوحدها، قطعت ده لوحده ودي لوحده، وقطعنا خيارتين كده. ونروح بقى نقعد شوية في الصالة عشان الواحد ظهره ايه خلاص شطب. واحنا قلنا هنروح نقعد، قلت بص على العدس، وديت شوية اللبن التلاجة لما لقيته ايه البرام كده هدي شوية. ببص عليه بقى اشوف استوى ولا عمل ايه. ما شاء الله لا دام الشوكة بتدخل في قلب الحاجة كده يبقى استوت. والبطاطس لقيتها استوت، يعني الحاجة لقيتها ما شاء الله كلها استوت. هسيبها برضو شوية على البوتاجاز على ما نكمل تنقية الرز كده وننسفه، نيجي نقفل عليه ونسيبه يبرد، وبعد كده نضربه في الخلاط ونصفيه. في ثانية لقيت المنبه بقى 11 شوية، وهيحس ان هيجي بيطلع 12:30 واحدة الا كده. لقيت الرز وعملت الكتل بقى في الماء السخنة على ما اغسله واعمل الشعرية ومش عارفة ايه. حطينا حتة السمنة كده وحطينا الشعرية، نوطي عليها على ما نغسل الرز. قفلنا البوتاجاز على العدس وكشفنا عليه كده عشان يبرد. النهاردة كل شغلنا بالعدس، رز بشعرية، عدس بالشعرية، رجع عاوزة شعرية. نقلب الباقي الشعرية عشان ما تحرقش. هاد الشعرية بتاعتنا تصفر، ريحتها طالعة ايه بقى. ننزل بقى بالرز وشوية الملح ومعلقة زيت حلوة كده والمية السخنة. طبعا ما حطيتش الا سمنة بس، يعني انا محمرة الشعرية بسمنة، ما حطيت لها زيت. قلت الزيت ابقى احطه ايه بعد الرز كده والملح. يا جماله هو كده والله. انا حطيت بقى الرز والملح والزيت وقلبته. انزل بقى بالمية السخنة، لازم المية تبقى سخنة. نقلبه بقى ونغطي الرز حلو ونغطيه كده. سويته بالمية واكتشفت الغطا اللي انا كنت مغطية بيه العدس هو الغطا بتاع حلة الرز. هغسله واحط عليها، وطبعا انا معلية البوتاجاز هسيبه برضو متعلي واغسل الرز الغطا واحطه. نجهز الشعرية رقم 2. طبعا شطفت الحلة، هي كانت نضيفة، عملتها بشوية مية وحطيتها على البوتاجاز ينشفها بسرعة، وانزل بشوية الزيت وانزل بشوية الشعرية. وطبعا بجهز مية سخنة، نزلنا كده بشوية زيت حلوين في قلب الحلة. ننزل بقى بالشعرية، الشعرية كله وايدك فيها بتقلب على طول عشان ما تحرقش. من ساعة ما عملتها لهم هم حبوها، وكل شوية اعملي لنا يا ماما. يا ريتني ما كنت عملت كيس الشعرية كله يا حبايبنا. هسيبكوا بقى عشان اقلب باليمين، ما بعرفش اعمل حاجة بالشمال. هقلب باليمين بقى ونصفرها كده، وبعد كده ننزل بالمية السخنة وشوية الملح. طبعا انا قلبت الرز مرة حط عليه وحلاوته استوى. طبعا واحنا في ايدينا في الشعرية بقلب على طول وبصي على اللي حواليا. قلبناها تقلب حلو كده، حطينا الملح وقلبنا. ننزل بقى بالمية سخنة سامعين، مية تغطي الشعرية، علي عليها بقى وغطيها وسيبيها تستوي. لقيت الشعرية كده شربت المية بتاعتها، انزل بقى بحتة سمنة بلدي حلوة كده. حطينا حتة سمنة بلدي وسرقنا حتة سمنة بلدي للرز بشعرية. دابت كده في قلبها ولفينا الشعرية بيها. هنغطيها ونحطها على العين الصغير. هنقف بقى على ما العدس يبرد، هنجهز الشعرية نحمرها كده ونطفي عليها على ما هي تبرد. نزلت بحتة السمنة اللي احنا مسيحينها، سمنة طبعا براني اللي هي روبي قشطة. كل اللي انا بستعملها نوع حلو اكنك حاطة سمنة بلدي. العدس طبعا نكشف عليه عشان يبرد بسرعة. بديش بنتي ترخم عليا بالنسبة. الشعرية بتاعتنا استوت واتشمعت، هنقفل عليها الرز بشعرية
والرز بشعرية استوى وتشمح هو كمان، نقفل عليه. روجي والمنوكير، انا عندي عقدة من المنوكير من وانا صغير. روجي قالت لي والله يا ماما لا احط لك، الله اكبر لا اعظم، الظهر بيدن علينا. فانا قلت لها يا بنتي ما تكتريش قوي، عشان ايه لما اجي اصلي وكده بشيله خالص وامحيه عشان الصلاة يا جماعة. ما ينفعش تصلي وانت عليكي نقطة منوكير، ما ينفعش الناس اللي بتصلي ده وعاملة منوكير والحاجات دي، لا ما ينفعش، المية توصل فين. نقلب بقى الشعرية عشان انا ضربت العدس في الخلاط، صفرتها وبقت صفيرة حلوة كده اهي. طفت عليها بقى على ما نصفي العدس، انا بضربه في الخلاط وبصفيه في المصفى. وقلنا العدس ده لو عندك عيش ناشف، وقوم حاطة شوية مية العدس من قبل ما تصفيه، صفيه كده واعملي حبة مية لوحدهم، تقليها قبل ما تحطي الشعرية، تقومي حاطة العيش الناشف وتقومي حاطة عليه شوربة العدس زي ما بنقول. والعدس بيحبوا جنبه رز ابيض. انا مش عشان الحاج عدس يعني، مش عشان ارضيه ازعل عيالي، انا عملت لهم الحاجة اللي بيحبوها، هما بيحبوا الرز بشعرية. صفينا العدس كده، قمت شايلة المعلقة وقمت نازلة ايه اصفيها بايدي، يعني كانت في نسبة سخونية بس يلا خير. نسوي بقى الشعرية ونقفل عليه، طبعا انا حاطه ملح وكمون وحطه وانا ايه الاول خالص. نسوي الشعرية ونقفل عليه ويبقى كده غدينا بفضل ربنا، الرز بشعرية والعدس وشوية الشعرية والبصل والخيار، وبفضل من نعم ربنا وستره. دايما بقول الحمد لله يا رب، ربنا يسترنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك يا رب. متنسوش الدعاء لاخواتنا في فلسطين، ربنا يحفظهم ويبعد عنهم اي شر يا رب، وربنا يشفي مرضانا ويرحم امواتنا. ودعوة حلوة منكم لينا وليكم منها بالمثل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متنسوش الاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس، يا رب قناتنا تكبر بفضل ربنا ثم بيكم. قناتنا المتواضعة عائلة مروجة. لايك يا جماعة، متنسوش تنزلوا تحت في التعليقات صلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام.